بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ربنا سبحانه يختبر عباده يوميا، فمنهم من يثبت ومنهم من لا يثبت، وقد علم الله ذلك فقلب قلوبهم حيث شاء، لأنه هو سبحانه مقلب القلوب. ألم تسمع كيف كان يحلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يحلف؟ إنه يقول ومقلب القلوب. يقول بعض أهل العلم: القلوب أسرع تقلبا من القدر إذا كان يغلي، فكيف تتعامل مع الله إذا اختبرك؟ ألم ترى إنسانا في حياتك كان على هداية وصلاح وتدين، ثم فجأة انتكس وأخذ يرتكب حتى الكبائر؟ أنا والله رأيت كثيرا منهم في حياتي. هذا ليس من المستغرب، ليس من المستغرب أن ينتكس الإنسان، هذا هو الطبيعي، هذا هو الأصل. قال الحسن البصري: لا تعجب لمن هلك كيف هلك، العجب ممن نجا كيف نجا. فإذا كان الإنسان استمر على الهداية والصلاة وبر الوالدين وعدم أكل المال المحرم إلى أن مات، هذا هو العجيب. أما إذا كان قد انتكس، هذا أمر عادي جدا. يقول تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لاحظ، حتى ولو حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم فما أكثرهم بمؤمنين. وفي كل يوم يضل الله عبادا ويهدي عبادا آخرين، إنه يفعل ذلك سبحانه باستمرار في كل يوم. وقد نلتحق بهذا النوع وقد نلتحق بالنوع الآخر، قد يحدث هذا في أي لحظة. فمن أي النوعين سيكون الواحد منا؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قد يقول قائل: إذا كان موضوع الهداية والضلال ليس بيدي، إذن سأستسلم وأنتظر ماذا يحدث لي، لأنه ليس بيدي شيء أصلا. لا، ربنا سبحانه لا يجبر الناس على الضلال، فإن العبد ما دام مقبلا على الله تعالى فإن الله تعالى لا يزال يقبل عليه ويهديه ويعطيه ولا يتركه أبدا، إلا إذا ترك هو طاعة الله. فإن ترك العبد طاعة الله فإن الله تعالى سيتركه كما ترك هو. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لاحظ، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لأنه لا يخلو أحد من الذنوب. فإن الصالحين كانوا يخافون من أن يتركهم الله فيضلوا، ولهذا كانوا يخافون. وقد ذكر الله من دعائهم في سورة آل عمران أنهم كانوا يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. فلما رآهم ربهم خائفين تفضل عليهم فثبتهم وأبقاهم إلى أن توفاهم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم جميعا عليها وعلى العمل بها إلى يوم القيامة. ربنا سبحانه يختبر عبده في كل يوم، هل يثبت أم لا؟ فإن قلت: كيف أثبت على الطاعة؟ كيف؟ الجواب: إذا أردت من الله أن يثبتك فهناك أمر يجب أن تحرص على ألا يراه الله في قلبك أبدا، ويوجد أمر آخر يجب أن يراه الله في قلبك لكي يثبتك عند الاختبار. إذن هما أمران: أما الشيء الذي يجب أن لا يوجد في قلبك فهو الأمان والاغترار بالطاعة. إذا كان الإنسان قد اغتر بطاعته فهذا والله يخشى عليه، فهو يرى نفسه من أهل الطاعة وأهل المساجد وأصحاب السنن والمستحبات، فأين هو من الزنا أو الخمر أو المعاصي؟ من كان هكذا فهذا يخشى عليه، لأن السبب في وجودك على الطاعة هو فضل الله وتثبيته، ليست حسناتك ولا طاعتك هي السبب. المفروض أننا جميعا لا نطيع الله ولا نفعل الخيرات ولا ندخل الجنة أصلا لولا أن الله قد ثبتنا وهدانا. حتى الصحابة المفروض أنهم لا يكونون على خير ولا على طاعة لولا أن الله تفضل عليهم، تفضل على الصحابة فثبتهم. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. طيب، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كل ما عنده من الخير والفضل، لولا أن الله ثبته وهداه لما اهتدى صلوات ربي وسلامه عليه. هذا ليس كلامي،
قال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لاحظ لولا أن ثبتناك. قال تعالى في آخر الآية إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ولكن الحمد لله أن الله ثبته. إذا كان الأمر كذلك فمن أنا ومن أنت حتى نعتمد على أفعالنا وعلى أنفسنا؟ بل والله لو وكلنا الله إلى أنفسنا لضللنا. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو ربه فيقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فإذا نزعنا هذا الاغترار من قلوبنا بقي أن نزرع الأمر الآخر، الأمر الآخر الذي يريد الله تعالى أن يراه في قلوبنا. ما هو؟ بقي الآن أن نزرع الأمر الآخر الذي يريد الله تعالى أن يراه في قلوبنا. ما هو؟ إنه الاعتصام. اعتصم بالله لكي يثبتك الله. الاعتصام هو الاعتماد على الله تعالى بالقلب مع فعل الطاعات بالجسد. فقلبك معلق بالله أنه هو الذي سينجيك، وجسدك أيضا لا يتوقف عن الطاعة والعبادة. وإن اعتصمت بأي شيء آخر سوى الله فلن تعصم. عندما حدث الطوفان على عهد نوح عليه السلام نادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ماذا قال له أبوه؟ ماذا قال له نوح؟ قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. على طول حال بينهما الموج فكان من المغرقين. حكي عن بعض العلماء أنه قال لتلميذه ماذا تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ التلميذ قال أجاهده. فقال له معلمه فإن عاد الشيطان؟ قال أجاهده. قال فإن عاد؟ قال أجاهده. قال هذا يا بني يطول عليك. أرأيت إن مررت بقطيع من الغنم فنبح عليك كلبها أو منعك الكلب من العبور ماذا تصنع؟ قال أدافعه وأرده ما استطعت. قال هذا يطول عليك يا بني، ولكن استعن بصاحب الغنم وسيكفيك كلبه. أنت أيضا أخي الكريم استعن بالله وهو سيكفيك أمر الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لأن الله تعالى إذا علم صدق اعتصامك به وأنك فعلا تريد الهداية، تريد أن تثبت، لا تريد أن تدخل النار، فإنه سينجيك وسيتفضل عليك بالثبات. وأما الذي يعتمد على نفسه ويعتمد على طاعاته وعباداته ولا يعتصم بالله هذا لا يثبت. انظر إلى يوسف عليه السلام لما راودته امرأة العزيز ماذا قال لها؟ هل قال لها أنا أفعل الفاحشة بك؟ أنا نبي ابن نبي تراوديني؟ لا والله ما قال ذلك، وإنما اعتصم بالله مباشرة فقال معاذ الله. على طول قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولهذا امرأة العزيز بعد ذلك ماذا قالت عنه؟ قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. إذن كلما دخلت مكانا تخاف فيه على نفسك من الفتنة فاعتصم بالله، قل له يا ربي إني لن أنجو إلا إذا أنجيتني أنت، ولن أثبت إلا إذا ثبتني أنت. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. لا تنظر إلى نفسك أنك من المقربين، بل قل له لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قل له ربي إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. عندها سيأخذ بيدك وسيصطفيك عنده من عباده المخلصين. والحمد لله رب العالمين.